انا عايز اقول ان الطريقه اللي قدم نفسه بيها مع انس بوخاش هي كل حاجه. يعني لو قلت لي بتحب تسمع مزيكا ايه مثلا، عمري ما هقول لك بين قوسين يا الا اي حاجه كوم ودي، لا، تلاقيني بسمع كل الانواع. فتسالني انا شخصيا ايوه بتحب ايه كده الحاجه، يعني اقول لك صدقني مفيش، يعني ما عنديش كلمه، ما عنديش ذوق محدد في حاجه محدده. جايز مثلا تبقى في اختيارات بسيطه بتحب لون ايه مثلا، فاقول لك في شويه كده كنت بحب الاحمر انما بعد شويه لا، انا بالنسبه لي بحب كل الالوان. شخص عادي، عادي جدا، الافريج جو، شخص عادي متوسط، لا هو طويل قوي ولا قصير قوي ولا تخين قوي ولا رفيع قوي ولا ابيض قوي ولا اسمر قوي، شبهنا كده. بس بس انا بكررها كتير عشان البس دي هي اللي هتفرق معانا كتير قوي في الحلقه. البس اللي هتخلي المواطن الاحمد العادي ده يبقى البرنس احمد حلمي والناس تتعلق بيه للدرجه دي. خد بالك احمد حلمي مش نجم عادي ومش زي باقي جيله ولا الجيل اللي قبله. حتى احمد حلمي لحد النهارده مفيش فيلم واحد عمله وفشل، حتى واحد تاني نجح. باقي النجوم من اول هنيدي لحد النهارده كلهم خيشت منهم اوقات او كتير حتى من الاوقات. حتى فيلم واحد تاني اللي كان يعني خلينا نقول مش بيضحك قوي او مش حلو اصلا، والاهم انه كان مختلف عن كل حاجه هو عود جمهوره ويستناها منه، الفيلم ده نجح في الايرادات. البس اللي عملت كل ده هي انه ببساطه شديده جدا ربنا كرمه، مواطن عادي جدا ربنا كرمه. لو جينا حاولنا نعمل جدول كده وجينا هنا حطينا الافلام اللي نجحت لحلمي وضحكت واثرت في الناس وبقت من الكلاسيكيات وكل الحاجات دي، وعلى الشمال هنا حطينا الافلام اللي هي ماشي ممكن تكون نجحت كايرادات بس مش معلمه مع الجمهور او زي الافلام التانية. تلاقي على اليمين هنا افلام من اول ميدو مشاكل لحد بلبل حيران، وعلى الشمال هنا هتلاقي من اول افلام على جثتي لحد واحد تاني. من اول نظرة كده هنبص هنكتشف انه مش هنكتشف حاجة الحقيقة. قشطة ممكن نقول الكتابة هنا حلوة مش عارف ايه، بس يعني مظرف طارق اللي كتبه ما كانش فاهم انه بيكتب الإلياذة ولا حاجة، يعني كلها محاولات عادية. طب احنا عاملين ليه الجدول ده يا استاذي والقصة دي كلها؟ في الحقيقة مش عارف، بس انا بعمل حركات يعني ولكن يعني تعالى نحاول نتعمق اكتر ونفهم. بعد سنين الصعلقه والكحرطه من ساعه ما ساب بنها وجه القاهره، وبعد ما اشتغل في الديكور سنين، وبعد كده التلفزيون والاخراج والتقديم والقصه المعروفه دي كلها يعني، وبعد ما اشتغل في ادوار تانية لحد ما الناس بقت عارفاه بالاسم، اخيرا جه الوقت اللي حلمي هيعمل فيه اول فيلم بطولته. في الوقت ده في سوق السينما كان بيتردد كتير بين المنتجين والصناع عموما ان حلمي ده هو عبد السلام النابلسي اللي جاي، رجل الدور الثاني وما يقدرش يشيل فيلم لوحده. بمجرد ما حلمي خد باله ان الكلام ده بقى يتردد، خصوصا بعد فيلم 55 اسعاف اللي عمله مع محمد سعد واللي نجاح متوسط، بس بعدها سعد كسر الدنيا في الليمبي، والفيلم ده بقى متشاف انه بطولة سعد ومعاه حلمي دور تاني، مع انه في الحقيقة كان بطولة مشتركة. كل الظروف دي مع بعض كانت صفارة انذار لحلمي انه لازم يعمل اول فيلم، وبتبدأ عملية الاختيار. واخيرا بيعمل حلمي ميدو مشاكل. ميدو شاب اخرق بيدرس في معهد اللاسلكي وبيصلح اطباق ديش وبيعمل مشاكل كتير. في ايه؟ مين اللي عايز الماتش؟ انا بقى اللي عايز الماتش. ومين اللي عايز الموزة؟ انا اللي عايزها. ماشي، ده يجيب الماتش وده يجيب الموزة، بس عشان ابقى صريح معاكم من الاخر، الموزة مش جايه الماتش. ماشي؟ اتفقوا مع بعض بقى. وفي بتمر الاحداث لحد ما بيلاقي نفسه في وسط جماعه ارهابيه بيحاولوا يفهموه انهم مخابرات. بينجح ميدو وبينجح معاه حلمي لاول مره، وبيجي مع النجاح ده مسؤوليه كبيره، لازم يكمل في النجوميه والنجاح ويكبرهم اكتر. ولحسن الحظ بيتوفق حلمي في اختيار الفيلم اللي بعده، زكي شان. زكي شان شاب ضعيف وفاشل، مشاكله كتيره برضه، بيورط نفسه في انه يشتغل بودي جارد. كنت محتاج يومين كمان. وبينجح زكي وينجح معاه حلمي، وبعدها بيمشي بنفس الطريقه لفتره. لاحظ معايا النمط. في جعلتني مجرما لعب دور رشدي، كرييتيف اعلانات مطحون بيشتغل جوست رايتر ومش لاقي فرصه بيتورط في عمليه خطف. بعدها ظرف طارق، بيلعب دور طارق شغال كول سنتر بيتورط في انتحال شخصيه واحد اسمه عمر الوكيل عشان يقرب من بنت جميله. وبعدها مطب صناعي، واحد اسمه ميمي مش جلال لسه جاي من اسماعيليه خام بيتورط في رئاسه مجلس اداره شركه كبيره. وهكذا بقى نفس النمط في كده رضا واسف على الازعاج والف مبروك بلبل حيران وعسل اسود، كلها افلام بيعمل فيها دور شخص
اتورط في عالم مش بتاعه. وفي المرحله دي من البحث لاحظت حاجه في كتاب سيناريو، مش عارف بقى سيف ذا كات ولا ايه، بس غالبا هو يعني. لاحظت ان كل الافلام الكلاسيكيه لاحمد حلمي كان نوع الكوميديا اللي فيها اسمه فيش اوت اوف ووتر. كأن في بحر وعايز اعوم. يعني انا بقى عايز اعوم يا أشبع. جماعه في البحر، انا عايز استمتع بالعوم في البحر، مش عايز ابين للناس ان انا بعرف اعوم. بالظبط، فرق كبير. هنا لازم نغطس في بعض النظريات الكوميدية ونقول إن الكوميديا في السينما بتتولد من 4 أفكار أساسية كبيرة تقدر تحط تحتها كل فيلم كوميدي شفته في حياتك تقريبا. عندنا كوميديا الاوت اوف ذا بوتل، او ممكن نسميها بالعربي كوميديا المصباح السحري او القوة الخارقة. دي بتعتمد على فكرة ان شخص عادي يجيله قوة غير عادية او يقع عليه سحر معين، زي مثلا فيلم ذا ماسك. وعندنا تاني حاجة المونستر ان ذا هاوس او الفيل في الأوضة او الوحش في البيت. وده رغم انه قالب افلام رعب اصلا، لكن بنستخدمه في الافلام الكوميدي لما يبقى الوحش ده حاجه دمها خفيف او حاجه مش عارفين نتخلص منها، ضيف رخم مثلا او حاجه كده، زي مثلا هوم الون او عريس من جهه امنيه، او مؤخرا كمان فيلم وش في وش. وثالث نوع معانا الا وهو البادي كوميدي او كوميديا الرفاق او الصحاب المتناقضين. ودي بتعتمد على فكره التناقض بين شخصين او اكتر بيضطروا يخوضوا رحله معينه مع بعض، زي مثلا فيلم باد بويز، فيلم دامن دمبر. وعندنا في مصر الناظر وشورت وفانيلا وكاب والبعض لا يذهب للمأذون مرتين، وافلام كتير جدا. واخيرا بقى عندنا اشهر نوع واللي حلمي نجح بيه زي ما شفناه، اللي هو الفيش اوت اوف ذا ووتر او السمكه بره الميه. الفكره في النوع ده انك بتجيب كاركتر وتحطها في عالم مش بتاعها، والتناقض ده هو اللي بيولد الكوميديا. نوع مشهور جدا، صعيدي في الجامعه الامريكيه، اتش دبور، الحرب العالميه الثالثه، حتى فورست جامب فيه شويه فيش اوت اوف ووتر. بس في حاجه هنا لازم تتقال، الانواع دي مش بس منفصله بالكامل عن بعضها، ممكن تلاقي فيلم فيه نوعين او اكتر. يعني ممكن تلاقي مثلا الحرب العالميه الثالثه فيه فيش اوت اوف ووتر وبادي كوميدي عادي جدا، بس دايما هتلاقي نوع كده مسيطر طول الفيلم اكتر من التاني، او الفيلم اصلا مبني على اساسه. المهم دلوقتي يعني خلينا نخرج بره الميه زي ما حلمي عمل ونشوف. انا لاحظت ان افلام حلمي الكلاسيكيه كلها بتلعب في سكه فيش اوت اوف ووتر. يا راجل ده عمل فيلم صايع بحر، عايز ايه اكتر من كده؟ استنى كده، هو فين صايع بحر؟ الفيلمان لنفس الكاتب بلال فضل ولمخرجين ينتميان إلى الألفية الثالثة، وائل إحسان وعلي رجب، كل منهما يقدم تجربته الثالثة. البطلان كريم عبد العزيز في الباشا التلميذ وأحمد حلمي في صايع بحر. كل منهما قدم من قبل وثائق اعتماده كنجم جماهيري، كريم في فيلمي حرامية في كي جي 2 وحرامية في تايلاند، وحلمي في ميدو مشاكل. كل من النجمين امتلك أوراقا قبل أن يبدأ التصوير، وكل منهما فقد أوراقا بعد العرض. الفقرة دي من مقالة لطارق الشناوي اسمها السينما قصيرة النظر، هسيب لينكها تحت. يمكن هي كاشفة قوي على اللغط اللي حصل لحلمي بعد صايع بحر، بعيدا عن ان الناس كانت مستاءة لاسباب غير اللي الكاتب كان بيتكلم فيها، بس يعني ده كان الاحساس العام وقتها. والاحساس ده في رأيي وفي رأي بلال فضل نفسه كان سببه ان صايع بحر مختلف عن اللي احمد حلمي قدمه لجمهوره في اول فيلمين ليه، اللي هما ميدو مشاكل و55 اسعاف. يعني حتى هنا دي مقالة تانية لقيتها للكاتب محمد صلاح الدين، كان بيتكلم فيها على السينما الليمباوية، هو سماها كده، يعني يقصد الافلام اللي فيها كوميديا غباء شويه، وهو شايفها انها بتخاطب الشباب باسلوب منحط. يعني نتفق او نختلف مش دي النقطه، المهم ان هو قال بالنص كده: وكان احمد حلمي واحدا من هؤلاء، حيث بدأ مع سعد تكريس هذه السينما في 55 اسعاف، ثم في ميدو مشاكل، الى انه استفاق من غفلته وعاد لكوميديا الموقف والهدف، حتى لو ما زال بها بعض شوائب الليمباوي. فدي الفكره، ان اولا طبعا صايع بحر كان مختلف شويه عن افلامه اللي قبل كده، لانه كان مش مناسب ابدا لذوق شريحه الجمهور اللي بيحبوه وبيحبوا نوع الكوميديا المؤدبه بشكل او باخر اللي كان بيقدمها وقتها، يعني اللي هي الفان بيز اللي بناها في برامج الاطفال اللي كان بيعملها وفي ظهوراته في الادوار التانية في الافلام. يعني كل ده وفي الاخر هيديك ان جمهور احمد حلمي اللي هيشوف فيلمه هيدخلوا الفيلم مع اولادهم اللي بيحبوا احمد حلمي من برنامج الاطفال، وهيشوف الفيلم طبعا في السينمات اللي في المولات اللي كانت جديده وقتها. اللي حصل ان صايع بحر كان عكس كل ده، ونجح بشكل اساسي في السينمات الشعبيه وما نجحش مع جمهوره الاصلي، وحلمي بذكائه فهم ان ده خطر عليه. والسبب الثاني اللي انا شايفه ليه الفيلم ده ما كانش قوي مع جمهوره هو انه كان فيلم غامق شويتين، حتى لو اوكي الفيلم اتقص واتغير بس برضه هو كان غامق شويتين مقارنه بالافلام اللي هيعملها حلمي
في الكام سنه اللي بعده، مش بس اللي قبله حتى. ومعايا دباديب ياما الحبيب كعب فيهم دم قلبه. ايوه، وقفت في الشوارع ليل ونهار عشان اجيب دباديب، عشان اعجب. بعد صايع بحر بيبدا حلمي يهدي اللعبه خالص ويحاول يصالح جمهور. بيبدا اول حاجه بانه يرجع لاصله خالص واللي الجمهور عرفوا بيه. بيعمل برنامج اطفال جديد اسمه من سيربح البونبون، اللي هو لا يا جماعه دي كانت غلطه، احنا مع بعض ومكملين مع بعض. وعلى المستوى السينما بيعمل نفس الحاجه تقريبا. الفيلم اللي بعد صايع بحر كان زكي شان، عكسه في كل حاجه تقريبا، فيلا ونادي ومصيف ولذاذه، واصلا البوستر عليه طفل. فاطمنوا يعني يا جماعه احنا امان المره دي. وبالفعل بينجح. دي كانت 2005. 2006 بقى دي ما اقولكش، مطب صناعي، ظرف طارق، وجعلتني مجرما، كلهم في نفس السنه. 3 افلام اصلا ممكن لو طه دسوقي مثلا عملهم دلوقتي يقوم يلم الفرشه ويروح. وبعدها في 2007 كده رضا اكتسح طبعا. وفي 2008 بينزل باسف على الازعاج. رجعنا للغمقان تاني، بس المره دي الموضوع مختلف. في حاجه هنا لازم نوضحها قبل ما نشوف التدريج. احنا عندنا انواع الكوميديا اللي قلناها اللي هم الاربعه، اوت اوف ذا ووتر وهاوس وبادي كوميدي والكلام الجميل ده كله. دول حاجه، وفي عندنا اصلا حاجه تانية في الكتابه اسمها دراماتيك كونفليكت او الصراع الدرامي، او في ناس بتسميها رحله القصه بعيدا عن ده. يعني دول حاجتين مختلفتين تماما. رحله القصه دي او الصراع الدرامي في منه انواع. عندك مثلا ووز دانت او من فعلها زي 7، وعندنا بوي ميتس جيرل زي تقريبا كل الافلام الرومانسيه، وفي تاني كتير هم تقريبا 36 او حاجه كده. ثوره بقى مان فيرسس سوسايتي ومان فيرسس ناتشر يعني مش مهم بقى الكلام ده. اللي عايز اقوله من وجهه نظري اللي بيخلي الفيلم الكوميدي فيلم ناضج او حلو، او اللي بيخلي له قيمه اكبر، هو انه يكون دراميا مكتوب كويس. وانا شايف ان افلام زي ميدو مشاكل و55 اسعاف مش مكتوبين كويس، وحلمي افلامه ما بداتش تكون مكتوبه كويس غير من صايع بحر واللي بعده وبالتدريج. ومكتوبه كويس هنا انا اقصد بيها ان الفيلم ما يكونش مجموعه سكتشات ورا بعض، يكون في دراما كويسه. دراما يعني رحله، يعني قصه، يعني رحله داخليه البطل بيتغير فيها كشخص، ورحله خارجيه بيحصل فيها مشكله معينه بتدخل البطل في رحله معينه. وانك تجمع ده كله بالكوميديا دي حاجه صعبه جدا. تعالوا نرجع للزاويه الثانيه ونشوف حلمي عملها ازاي بالتدريج. في زكي شان حلمي بيرجع تاني للعالم الكرتوني اللي كان بيلعب فيه ميدو مشاكل و55 اسعاف، لكن المره دي بنضج اكبر. صحيح انه فيلم طفولي وكاريكاتيري شويتين، الى ان انت تقدر تشوف فيه دراما كويسه. جدع، اسالني يا بابا عن الجدع اللي معاها ده. قول لي مين؟ طبعا هقول لك مين ده. شكري السيد، خطيبها. هو الواد شكري السيد خطب؟ خطب. شكري السيد خطب من فتره. في رحله داخليه زكي بيبدا فيها شخص مهزوز ومش واثق من نفسه ومن قدراته، وبيوصل في الاخر انه بيضرب امير قرار. ورحله خارجيه زكي بيورط نفسه انه يشتغل بودي جارد وبيدخل عالم جديد عليه وبيحارب امير قراره برضه. كل ده معمول كويس لحد ما. وبعد زكي شان بيجي جعلتني مجرم، فيلم جاد اكتر شويه وفيه مشاكل حقيقيه، وحلمي بيته هيقع على دماغه. اوكي كرتوني برضه شويه في اسامي الشخصيات وتصرفات بعضهم، ولكن الكرتونيه دي بتقل بالتدريج، والكتابه كدراما وكوميديه بتتحسن في نفس الوقت. بعدها مطب صناعي وظرف طارق، الاتنين تقريبا نفس الفيلم، كلنا بنتلخبط بينهم، ونفس كيرف الدراما بيعلى والكوميديا معاه. بس هنا كمان في الفيلمين دول بيبتدي يواجه البطل ازمات جديده. هو مش بس مستضعف مثلا زي زكي شان وفي الاخر هيضرب اللي كانوا بيضربوه. في الفيلمين دول البطل بيواجه اسئله حوالين فكره انه يكتشف نفسه في مدينه جديده، وايه هو النجاح، وايه هي المسؤوليه، واسئله بخصوص العلاقات وشريك الحياه والصدق. كل ده بيعمق الفيلم اكتر وبيعمق الصراع، وللمفاجاه وهي دي الحاجه الغريبه فعلا، بيطلع ضحك اكتر. دي حاجه تقريبا ما عملهاش اي حد في جيله. وبنعلى اكتر مع كده رضا على كل المستويات، من الكتابه للتمثيل للاخراج، كل حاجه الكيرف عمال يطلع لحد ما وصلنا لاسف على الازعاج. قرار غريب جدا في وقته. عادة الكوميديانات لما بيعملوا فيلم نفسي جاد بيبقى بعد فترة وقوع وجاي عايز يثبت نفسه وحاجات كده، لكن حلمي ما كانش كده خالص. ده لسه السنة اللي فاتت في بيك انه بقى البرنس احمد حلمي. بالكيرف اللي هو ماشي بيه ده اي حد مكانه هيفكر انها ماشية زي السكينة في الحلاوة. ليه نريسك؟ السيد رئيس الجمهورية، تحية طيبة. أنا حسن صلاح الدين زيد، الشاب المصري الذي لم يتعرض للاضطهاد. أكتب لك الخطاب الأخير. أنا اتعالجت يا ريس. أنا كان بيتهيألي إن الناس بتعاملني وحش وإن محدش بيتمنى الخير لحد، وعرفت ليه. لأن محدش عارف أصلاً يتمنى الخير لنفسه. كنت فاهم إن أنا الوحيد اللي ما بيضحكش. طلعت الناس كلها ما بتضحكش. ليه الناس بطلت تضحك يا ريس؟ فأنا ببقى عايز أدور على إنه إيه اللي اختلف عن اللي قبله. إيه اللي يبقى مختلف عن اللي قبله، ما يتقارنش باللي قبله. أعمل إيه؟ زائد الحته بتاعت انه انا عايز يبقى عندي مناطق فيها تمثيل. ايوه فيها تمثيل بالزبط. وفيها
مش عشان ابين حاجه لحد. ده بالظبط بقى هو اللي بيميز حلمي بالذات عن اي حد من جيله، انه فيلم ميكر حقيقي مش مجرد نجم، هو رجل صناعه بجد بطريقه تفكرك بالكبار في الصناعه. حاجه كده زي فكره ان فريد شوقي هو اللي كان بينتج وبيكتب قصص افلام ساعات، كان رجل صناعه حقيقي وفي نفس الوقت كان اكبر نجم في السينما. كل ده وكان لما بيجيله اي سيناريو المفروض يقراه حتى لو من كاتب مش قد كده، كان لازم يحترم النص جدا، ياخد دش ويلبس بدله ويقعد مع السيناريو كانه في ديت. ده لانه عارف ان ده بالظبط هو اللي بيكبره، انه يحترم شغله. وده بيبان جدا ان حلمي بيعمله، بيبان في كلامه وكمان في كلام الناس عنه. شوف مثلا كلام بلال فضل او محمد دياب او اي حد اشتغل معاه، يقول انه دايما بيناقش السيناريو والعمليه كلها وبيطورها، وتدخل عليه تلاقيه قدامه 3 نسخ من السيناريو بيراجعهم. اللي واحد عايش مع ابوه وامه، ثم بعد شويه بنكتشف ان ابوه ميت ومفيش ابوه اصلا لان عنده سكيزوفرينيا. قلت له انا عايز البتاع دي. فعلا قلت له انا عايز البتاع ده. هو فيلم ميكر حقيقي، وده بيبان كمان لما تسمع كلام حلمي عن فيلم اسف على الازعاج بالذات، وازاي هو كان مهم بالنسبه له لانه في كتير من علاقته بابوه. كمان بيبان في فكره انه قبل الفيلم واحد تاني قعد 3 سنين ما بيعملش حاجه لانه ما كانش عنده حاجه يعملها. في عرف النجوم الكبار 3 سنين من غير شغل ده انتحار، بس ده ما انطبقش على حلمي ببساطه لانه اكبر من مجرد نجم. في اسف على الازعاج قلت لازم اخلي الناس ما تقولش ده فيلمي، هم يخشوا الفيلم. يعني البطل هو الفيلم. بحب العب، يعني عايز العب. أيوة. وفي النهايه باجي اقول انا هعمل فيلم مش هيعدموني بعده. بيبقى عندي نظرتين كمان، النظره الحاليه انه في السينما ايه، وانا بشتغل دايما بحب اشتغل انه الفيلم ده بعد 15 سنين هيكون فين. ايوه يعني لانه ده اللي محدش بيفتكر الايرادات ولا بيفتكر فباجي اقول انا ده حاجه حلوه انا عايز اعملها. وبعدين اقول ايه، هو حتى لو حصل حاجه للفيلم دلوقتي في الوقت الحالي بعد ما ينزل هم مش هيعدموني. بعد اسف على الازعاج بيرجع حلمي وبيكمل في الكيرف بتاعه طالع. الف مبروك في 2009، وبعدها عسل اسود وبلبل حيران في 2010. الف مبروك انا شايف انه كان مزيج بين النوعين اللي حلمي بينهم، الكوميديا السوداء اللي هو كان اصلا عايز يعملها من الاساس زي ما قال مع اساد يونس، والكوميديا اللي الناس متعوده عليها منه. مزيج كان ريسكي الصراحه شويتين، وطلع فيلم خلينا نقول عليه مختلف، في ناس تحبه وناس لا، بس يعني نجح. بس كان مزيج غريب وتحس فيه دوشه شويه كده. حلو طبعا انا بحبه، بس كان فيه دوشه. واللي ياكد نظرتي دي وان حلمي حس بالموضوع وحب يعمل التركيبه بشكل افضل، انه في نفس السنه اللي بعد فصل النوعين عمل فيلمين في نفس السنه، عسل اسود كوميديا سودا، وبلبل حيران ده فيلم كوميدي لحلمي عادي، وفيلم حلو برضه بالمناسبه وانتر ريتد، لكنه فصلهم، وده في رايي عمل نتيجه افضل. يعني انا شايف ان كل فيلم فيهم لوحده افضل من الف مبروك. عسل اسود مش صاخب قوي، وبلبل حيران بيضحك قوي، بيرفكت. انا الشغف بتاع الاختلاف واللي ممكن اشوفه في عينين الناس عندي احلى بكتير قوي من الشغف بتاع الكوميديا. انا عايز اقول حاجه كده وعايزين نتناقش فيها في الكومنتات او في السوشيال ميديا عامه. هو ليه كل الكوميديانات وقعوا بعد الثوره؟ وفعلا كلهم، يعني ما فيش ولا واحد فيهم عمل فيلم حلو. يعني العلاقه دي غريبه، وان الموضوع متكرر دي اغرب واغرب. والاغرب من ده كله ان ما حدش بيتكلم عن الموضوع ده. يعني هل انا بس اللي حاسس؟ طب يعني بص معايا مثلا على اوحش فيلم لمحمد هنيدي قبل 2011 واحسن فيلم بعدها بعد 2011 يعني، وقارنهم ببعض. يعني فجاه كده خسر كل حاجه. طب هاني رمزي، احمد عيد، احمد السقا، احمد حلمي حتى، لو حد عنده تفسير لهذا الموضوع يا ريت يقوله لنا ونتكلم فيه. يا ريت اعرف ليه مش عارف. بغض النظر عن تفسير اللي حصل يعني، لكنه حصل. احنا دلوقتي راكبين الزحليقه ومرحله السقوط خلاص بتبدا. في المرحله دي انا كنت على وشك افقد الامل في اني الاقي اي فكره جديده تتقال عن المرحله دي غير اللي اتهرست في 600 فيديو واللي موجوده لاي كوميديان على النت. يعني اصل الكتابه بقت وحشه، اصل الكاست، اصل الناس، لا الذوق. انا بصراحه شايف ان كل ده كلام عايم جدا. حتى النقطه اللي هي ممكن تكون صحيحه شويه هي برضو مش بتفسر الموضوع بشكل كامل. فكره ان الكتابه بقت ضعيفه، يعني ممكن نتفق ان النتيجه النهائيه كانت ضعيفه، بس هما في كتير من اللي اشتغل معاهم حلمي في المرحله دي كانوا صناع كبار، واللي حتى كانوا جداد منهم بعد كده اشتغلوا في حاجه كويسه واثبتوا نفسهم. لحد ما افتكرت بقى ايه، اصلا اغلب الكلام اللي بيتقال مثلا على افلام زي على جثتي او صنع في مصر او خيال مآتة كان بيدور حوالين انها اعمال جيده لكن ما بتضحكش. مش ده حلمي اللي نعرفه. كنا مستنيين منه حاجات مختلفه. هي بقى الفكره كلها في الحاجه المختلفه دي. ايه هي الحاجه اللي الناس اصلا بيستنوها من حلمي، وايه هي الحاجه المختلفه اللي كل مره كان بيديها لهم؟ اقول لك بقى، انا اقول لك، مش تسالتني؟ اقول لك. النقطة الأولى هي إن حلمي البرسونا بتاعته كلها أو صورته الذهنية في دماغ الناس متعلقة بالفكرة اللي قلت لك عليها في الأول، بتاعت إنه
الافريج جو، شخص عادي جارك او صاحبك، ده اللي هو بيصدره من خلال لقاءاته وكلامه وشخصيته اللي الناس بتشوفها بشكل عام. هو لطيف، شكله عادي، مش هتلاقيه لابس لبس غالي قوي ولا وحش قوي، هيطلع عليك على الانستجرام عادي في ليله شتويه وهو بيعمل كيكه وبتبوظ منه عادي يعني. ده احمد حلمي. حتى البرنامج اللي عمله مع ياهو في فتره من الفترات وكان بيطلع فيه يكلم الناس بس كده عادي، بص كان بيقول فيه كلام عامل ازاي. فلقيت الكشف فيه حوالي 40 اسم كده، وانا اسمي مكتوب الاسم ال41. كل الكشف مطبوع بالوقتها الآلة الكاتبه، وانا اسمي الوحيد اللي مكتوب بالقلم الجاف الازرق. اتضاف، واضح انه اتضاف، بس متضاف ومكتوب بغل، يعني عارف اللي ضافه مش طايق ان هو ضافه احمد محمد، ده اللي انا تخيلته فعلا. كحت الورقه إيه نجحت ازاي؟ ففي بنت خالتي واضح انها كانت موصيه عليا. انا بوريكم بس ان الكوسه قد ايه بيبقى ليها اثر. نجحت في تربيه موسيقيه، اصوات، يعني ازاي؟ والنقطة التانية بقى ان لاحظت ان تقريبا كل افلامه الحلوة باستثناءات بسيطة بيكون نوع الكوميديا الغالب فيها هو نوع الفيش اوت اوف ووتر زي ما قلنا في اول الفيديو، ودي حاجة لما تفكر فيها هتلاقيها منطقية جدا. يعني انت داخل تتفرج على حلمي اللي هو النجم اللي انت حاسس ان هو صاحبك او جارك، منطقي جدا تبقى اكتر حاجه مستنيها من حد شبهك انه يكون في مكان غريب عليكم انتوا الاثنين، يشتغل بودي جارد او يتورط في ان هو يعيش كشخص تاني عشان واحده بيحبها، او يدخل عالم البيزنس ويكبر ويكبر شركه وينجح. كل دول وغيرهم كانوا كوميديا فيش اوت اوف ووتر، وهي دي اكتر نوع كوميديا حلمي يليق فيها. في افلامه اللي مش ناجحه قوي مع الناس هتلاقيه دايما بيبعد عن النوع ده. على جثتي يعتبر اكتر حاجه اللي هي اوت اوف ذا بوتل، وكذلك صنع في مصر ولف ودوران، كل دول مونستر ان ذا هاوس مثلا، وخيال مآتة واحد تاني يعتبر شويه بادي كوميدي على اوت اوف ذا بوتل، يعني حاجه كده فاهم، ميكسات. كل دول افلام تحس فعلا ان فيهم حلمي خرج من منطقته، مش ده اللي كنا مستنيينه منه. انا مش بقول ان بالضروره ده السبب الوحيد، ولا ان كل الافلام الناجحه الحلمي كانت فيش اوت اوف ووتر، ولا حتى ان دي حاجه هو كان بيخطط ليها من الاول، ولا حتى ان كل اللي اتكلمت فيه ده هو كان حاسبه. كل اللي عايز اقوله ان ده يمكن احد الاسباب في نزول المستوى وحاله فقدان البوصله اللي حلمي بيعيشها دلوقتي. كل اللي رغينا فيه ده هدفه ان احاول افهم ليه واحد من النجوم الكبار والكوميديانات المهمين في تاريخنا اصلا نجم كبير وكوميديان مهم، وبحاول اشوف فعلا مشواره مشي ازاي عشان يمكن في الاخر ده يخلينا نقدره اكتر او نفهمه. بعد كام سنه من فيلم لف ودوران اللي طلع حلمي وقت نزوله واعتذر عنه وعن جوده صناعته، وبعد خيال مآتة كمان حلمي وقف شغل لمده 3 سنين لانه كان فقد الشغف والبوصله، بعدها رجع حلمي تاني وعمل فيلم واحد تاني. انا لسه عندي كلمتين عايز اقولهم في السريع كده ونقفل على طول، بس ايه، اولا سيب التورنيدو من ايدك ده وانت بتكلمني. ثانيا انا شايف فيلم واحد تاني ما كانش كارثه للدرجه دي، يعني هو طبعا مش اللي الناس مستنياه من حلمي باي مقياس من المقاييس، بس مش دي الكوميديا ولا ده المستوى الفني اللي نأمل له يعني. بس هو ما كانش كارثي يعني، يمكن حتى كان خطوه لقدام بعد يعني ايا كان اللي كان بيعمله قبله. تجريب، خلينا نشوفه كتجريب ونأمن ان اللي جاي يكون افضل. ومعرفش يعني ممكن يبتدي يجرب في اماكن مختلفه او ادوار مختلفه، تحديات تمثيليه معينه، يجرب يشتغل مع صناع شباب اكتر. يعني ما اعرفش، ممكن اسمع في عيال كويسه قوي بيكتبوا ويخرجوا افلام وبيعملوا فيديوهات على اليوتيوب، قناه اسمها خالد عبد السلام، يعني ليه لا. ثالثا بقى ودي بجد لازم ندي تحيه وشاوت اوت كبير جدا لكل الاغاني اللي غناها احمد حلمي في افلامه، كتابه ومزيكا واخراج واداء، حاجه 10 على 10 يعني، شغل فنادق كده الصراحه. يعني ما علينا من الكلام ده نقاش تاني. دي كانت كل حاجه عندي الفيديو ده، واتمنى يكون عجبكم. اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله تكون احسن. وبس كده، دي كانت كل حاجه عندي هذا الفيديو. سلام عليكم.